ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنتكلم على موضوع مهم جدا، وهو طريقة إضافة الخدمات على تيكت الطيران. في خدمات إضافية بنضيفها على تيكت الطيران على حسب طلب العميل، وهي وجبة إضافية بنضيفها على التيكت، سواء وجبة نباتية، وجبة أطفال، وجبة لحوم. ونقدر كمان نضيف الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة. احنا كنا اتكلمنا عن الموضوع ده قبل كده، بس النهاردة هنتكلم عنه بطريقة أبسط وأسهل شوية. فما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان تتابع معانا كل جديد. أول حاجة لازم نعرفها إن احنا بعد ما نعمل ملف البنر أو ملف الحجز، بنقدر إن احنا نضيف خدمات متعددة. مش شرط يكون وجبة أو كرسي بس اللي احنا نركز عليه، أو اللي دارج هو بيكون الوجبة أو الكرسي. أول حاجة لازم نعرفها الCR هو اختصار ل Service Request. بنكتب الكود في نظام أماديوس بالطريقة دي. بنكتب الكود هنا، الكلام هتلاقي معكوس شوية. نوع الخدمة زائد، ما بنكتبش زائد طبعا، احنا بنكتب الكود على بعضه كده، يعني زي ما هيكون واضح كده بالظبط. نوع الخدمة وشركة الطيران وعدد الركاب أو الراكب رقم كذا، بالظبط زي ما هو مكتوب كده. هنا دي وجبة نباتية، بنكتب بالظبط كده الكود كده. ده اختصار هيكون ثابت، وطبعا دي شركة طيران، وعدد الركاب اللي هو 1. وهنا عشان نضيف كرسي متحرك، طبعا اللاين ده كله كده ثابت ما بيتغيرش، يعني انت تحفظه كده، تكتبه قدامك وانت في الشركة ان دوت كرسي المتحرك. لو العميل طلب منك كرسي متحرك فهو دوت الكود اللي احنا هنكتبه، بس ما بيتغيرش. اما الوجبات فاحنا عندنا وجبات عديدة. عندك مثلا هنا دي وجبة، بنغير بس دي اسم الوجبة. عندك دي وجبة نباتية، وهنا دي اختصار بنستخدمه لما احنا نكون عايزين، هما بيسموها وجبة إسلامية، بس احنا بنستخدمها عشان نكون عايزين وجبة لحوم بس مش خنزير، بعيدا عن الخنزير. طبعا هنا وجبة للأطفال، وده الكرسي المتحرك. هسيب لكم شيت في كل الخدمات، كل الاختصارات بتاعة الأكواد بتاعة الخدمات، إن شاء الله هتلاقوه برضو قريب هنزله لكم. طبعا ده شرح مبسط لطريقة إضافة الخدمات. أهم حاجة تركز في الاختصار، تحفظه كويس جدا عشان مش هيتغير خالص. وبعد كده بتشوف العميل محتاج ايه، إذا كان محتاج وجبة لحوم، إذا كان محتاج وجبة خضار، لو حابب وجبة لطفل. فهو دوت كل الحاجات اللي احنا بنحتاجها عشان نضيف الوجبات. في برضو حاجة تانية هنتكلم عليها الفيديو جاي ان شاء الله، وهي ازاي ان انت تضيف معلومة عن الراكب لشركة طيران. ممكن مثلا اذا كان الراكب بيحتاج معاملة خاصة، او اذا كان الراكب ما بيحبش نوع معين من الوجبات، ما ينفعش تنزله، عنده حساسية منها مثلا. الحاجات دي بنعملها ما بتطلعش في التيكت انت كموظف طيران، بس بتروح لشركة طيران اللي عنده اكسس ليها انت، والموظف اللي بيستقبل اللي هو في الشركة نفسها. طيب، دي كان شرح النهاردة، اتمنى تكونوا استفدتوا. ما تنسوش تعملوا لايك، وشكرا.